مرحبا يا صبايا، طمنوني عنكم. إن شاء الله تكونوا بخير وأنتم عم تشوفوا فيديو اليوم. أنا اشتقت لكم كتير وهي عم برجيكم أحلى إطلالة عندي من المطبخ. زريعاتي اللي بحبهم كتير، مثل ما أنا بحبكم واشتقت لكم كتير. إن شاء الله ما تكونوا زعلانين مني، بعرف إنه أنا عم بتأخر وهذا الشي مو منيح للقناة. يعني كل واحد وعذره معه. طمنوني عنكم، بس انتو طمنوني بالكومنتات كيف انتو، كيف الدنيا معكم، والعيد على الابواب، كل سنة وانتو سالمين. والله العظيم انه ما بدي احلف انه دائما انتو على بالي، وكل يوم بفكر فيكم انه انا ما عم بنزل فيديو، ما عم يعني اشتقت لرفقاتي. وهي عم بشرب معكم فنجان قهوة، أحلى فنجان قهوة بوجودكم. تفضلوا اشربوا معي. أنا يعني كتير بعمل قهوة وبقدمها معكم، لأنه بحسها هيك يعني ساعة صفا أنا وياكم، أو يعني 10 دقايق صفا، وإن شاء الله يعني يكون ضيفة خفيفة على قلبكم بهذا الفيديو. يعني نوعته شوي. عملت خلية النحل. أنا عملتها كمان على القناة كتير، بس بقدم لكم يومياتي. عملت خلية النحل، حشيتها بالجبنة، وعملت الفستق الكذاب كمان عملته على القناة مشان هلأ العيد وحلويات العيد. إن شاء الله أكون أنا هيك يعني عم فيدكم شوي بالفيديوهات وهيك، يعني نشارك بعض وهذا يعني أقل شيء أنا بحسن أقدمه لكم. وبعرف إنه أنا مقصرة بالقناة. الله هيك يا رب يصلح حالنا وحالكم، الله يسعدكم يا رب ويسعد قلبكم. كل حدا عم بيشوفني، كل حدا عم بيكتب لي كومنت حلو ويعطيني من وقته. الله يحلي أيامكم يا رب. كومنتاتكم حلوة مثلكم، وكلماتكم وحياة الله يعني يعجز لساني عن وصف الفرحة اللي انتو يعني بتحققوا لي اياها وبقلبي، وبتعطوني امل وتفاؤل، وبتخلوني اقوم صور ومنتج والتقي فيكم. هلا انا حبايبي هون عم بعمل الفستق الكذاب. عملته على القناة قبل هلا، بس حبيت هلا لانه عندي متابعين جداد، الله يخلي لي اياكم يا رب كلكم. فقلت لشارك معكم. فأنا جبت فستق سوداني بيقولوا له، طحنته يعني نص طحنة على المطحنة. وهلأ شوفوا يعني بدي أخبزه بالفرن على يعني أهدى حرارة عنا بالفرن، وبخلي أنا باب الفرن الصراحة مفتوح شوي وبضل عيني عليهن. هلأ جبت ملون طعام أخضر وحطيته يعني هيك، شفتوا بستكفوف أنا مشان اللون ما يسبق إيدينا. حطيتهم يعني بالعين بالنظر بشوف أنا اللون اللي أنا بدي إياه. طبعا أنا طحنت الفستق السوداني، خليت نص عملته، شوفوا هاي أول نص أنا خبزته مثل ما هو بدون لون بدون ألوان طعام أخضر، والنص الثاني هلا حطيت عليه هذا ملون الطعام الأخضر ودخلته على الفرن لحتى نشف. هاي عندي هذا فستق يعني والله فستق حقيقي. جبت حوالي يعني ما بعرف، هون عنا بالأردن يعني منجيب بدينار، يعني حوالي $1. هلأ شوفوا حطيتهم بالمطحنة. هلأ بعد ما نشفتهم، شوفوا انتوا قديش بياخدوا معكم وقت، 5 دقايق 10 دقايق، لأنه أهدى حرارة. وبضلني بقلبهم وفاتحة الفرن وبقلبهم مشان ما ياخدوا لون بسرعة. وأنا هذا الفستق جبته الصراحة مو محمص، يعني لقيت هذا أطيب من عند العطار، من عند العطارين يعني بيكونوا بمكان بنقول له اعطينا الفستق هذا السوداني. شايفين شلون طحنته؟ بس انا جبته مثل ما قلت لكم مو محمص، لاني حمصته عندي على الفرن وحطيت له ملون طعام بالنظر. شايفين؟ ورجعت هلا انا كيف بطحنه بقى تاني طحنه مشان نعمه شوي مجروش بيطلع. يعني حطيت شوي من اللي حطيت عليه ملون الطعام الاخضر، والتاني اللي ساده خبزته أو حمصته يا ربي، وحطيت فستق حقيقي، فستق حلبي، وطحنت الثلاثة مع بعضهم يعني الطحنة للمرة الثانية. شايفين اللون؟ يعني طلع بياخد العقل كأنه فستق حقيقي. وطبعا بدكم بتنكهوه انتو بأي نكهة بدكم إياها، يعني روح اللوز أو روح الفستق إذا موجود، بس هي لو موجود الصراحة يعني ما بتجي طيبة. أنا حطيت فانيلا، وبعدين هلا انا جبت فانيلا بطعم المستكة، بدي احط له من عند العطار فانيلا بطعمة المستكة او فانيلا عادية. انا هون حطيت معكم فانيلا عادية، بتطلع يعني ما بتبين الطعمة، بتضيع بس بيعطي طعمة هيك يعني حلوة، لأنه هي الفانيلا للحلويات. وخلص الفستق معنا وخزناه لحلويات العيد إن شاء الله.
نعملها مع بعض. هلأ شوفوا خلية النحل هاي بتجنن، بتاخد العقل بشتهيكم فيها. شوفوا يعني اللون والشكل بيحكي عن حاله. إن شاء الله إنكم بتجربوها بالمقادير هاي بتطلع معكم لسه يعني أحلى من هيك. وإن شاء الله بيسلم إيديكم يعني مسبقا، وصحة وهنا على اللي أكلوا واللي بده يجربها. حبايب قلبي، هلأ أنا متل ما معودتكم يعني دائما أنا على قد عيلتي بعمل يعني حوالي كيلو أو كيلو ونص طحين، لأنه هاي الخلية يعني طيبة بتتاكل على الفطور على العشاء على هيك الترويقة. كل ما الواحد داق خلقه بروح وبيجي بياكل. والله يرحمك الله يرحمك يا دايت، عن جد مين بده يشوف هذا المنظر يعني وما بده يضعف قدامه. بس يعني بنحاول نسيطر قد ما بنقدر. هلا أنا أكيد يعني الكل بيعرف إنه الخميرة بدنا ننشطها، بنجيبها بنحط عليها معلقة سكر، بنحطها على جنب بمي دافية وظرف خميرة لحتى يعني تنشط الخميرة عندي. وهلأ ببلش بحط المقادير والمحسنات للعجين، اللي هو بحط يعني بكمل أنا السكر هنيك معلقة مع الخميرة، وهون حطيت 4 معالق سكر مشان هاي خلية النحل أنا بحبها حلوة شوي وبيعطي لون للعجين أشقر السكر حلو. حطيت 4 معالق لبن زبادي، 4 معالق حليب بودرة، 4 معالق سكر، معلقة بيكنج باودر يعني عبيتها المعلقة الصغيرة هرمية عبيتها، نص معلقة ملح. شايفين عم لكم هذا المحسن للعجين يعني بياخد العقل. معروفة إنه هو اللبن الزبادي قديش هو بطري العجين وببيض لون العجين، وأنا هاي والله طريقتي ما بغيرها لأنه بحبها كتير. يعني إذا ما موجود عندي لبن الزبادي بكتفي بالحليب البودرة، أو اللي بده بحط حليب سائل يعني الموجود. فشايفين هلأ أنا حركته هيك كله يعني المحسنات هاي. وهلأ بدي بلش كمان لازم ننخل الطحين. أنا عندي هذا مبكت يعني الحمد لله، يعني طحين أبيض كتير وبحبه وظريف، هون موجود عنا بالأردن يعني أحسن طحين هذا إن شاء الله. ما بعرف اللي بهمه الأمر يعني هذا الطحين اسمه ما بعرف، إنهم بيقولوا الزهرة للحلويات. هذا طحين مصطفى يعني هو موجود عنا بالأردن كتير 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 عم بيطالع المعجنات بيضة وظريفة والحلويات. متل ما شايفين هلأ أنا مقاديري يعني إذا بنشوف نحنا العجين بده مي دافية غير كاسة المي اللي حطيناها للخميرة، بنحط بده اللي بده بحط حليب، اللي بده بحط مي دافية. أنا حطيت مي دافية بضل حط يعني مي كاسة مي تقريبا. هذا الكيلو ونص بده كاسة مي، وبحط يعني وبضيف بالتدريج لحتى يلم معي العجين. بحط ما بعرف يعني أنا هاي مقاديري بالنظر بعرفها، وبكتب لكم أنا المقادير بصندوق الوصف إن شاء الله. حطيت مي دافية هي شايفين عندي هون بالسخان عم سخن المي، وحطيت وضفت الطحين بالتدريج لمت معي العجينة. وطبعا هلأ أنا بضلني هيك أعجنها وأدعكها لحتى تصير معي ناعمة العجينة، ويعني أحلى الشغل بالعجين وحياة الله. أنا يعني لو بحطوني طول النهار اشتغل بالعجين ما بقول لا. وهلأ شايفين يعني أنا تركتها شوي لتختمر، وهلأ الجو شوي دفي يعني شوي بدفي الجو شوي ببرد. الله يعيننا، يوم شتاء يوم صيف، أو ساعة صيف ساعة خريف ساعة شتاء الله يعيننا. هلأ أنا هون عندي جبنة شايفين كنت عم بطحنها كمان، طحنتها على المطحنة جبنة أشقوان بنجيبها يعني عجل وبطحنها أنا. وهلأ بعد ما اختمرت العجينة ويعني هبطت الهواء عنها، وهلأ بلشت أنا أقرصها. ويعني شايفين بعملها طابة يعني، ودهنت الصينية بالزيت أكيد، وحميت الفرن وكل أموري تمام. وهلأ بلشت إني أنا هيك برق على إيدي بأصابعي يعني، وبحط الجبنة جوا وبسكر العجينة وبعملها طابة. ويعني وبنعمل شكل الوردة هذا، بنعمل هيك الصينية كلها على نفس النظام. وكمان بدنا نخمرها مرة تانية. هو نجاح العجين بالتخمير يعني الصراحة لازم يعني نعطيها وقتها ونخمرها ونريحها مشان يعني تنتفخ وتعطينا إن شاء الله نتيجة حلوة. وشفتوا أنتوا المنظر ما أحلاه يعني، والعجينة هشة قطن والله العظيم قطن. وما بعرف يعني وحياة الله هو العجين حلو الشغل فيه وحلو وطيب يعني. ما بعرف أنا كتير بحب أعمل عجين وبحب أعمل دائما يعني، حتى أنا يعني من دون ما أصور بعمل أشكال بالعجين يعني بتفنن فيه. بحب العجين وبحب الشغل بالعجين. بنتسلى يعني هو يعني شغل المطبخ سبحان الله يعني
يعني اللي بحبه خلص بحب بيتفنن. يعني هاي طبعا هيك بعد ما خمرته هلا بتتعبى الصينية لأنه بيختمر كمان مرة. وأنا دهنت الوش هالمرة بالزيت لما طلعت من الفرن سخنة، بدهنها بالزيت مشان تلمع بس. كمان بعمل أنا مرات بحط بدهن الوش بالبيض. إذا كنت حاطة بيض للعجينة جوا يعني مع العجين بخلي صفار البيض كمان بحطه على الوش. مع معلقة حليب بحط صفار بيضة مع معلقة حليب. بس هون بس حطيت زيت هالمرة مشان تلمع العجينة. شوفوا قديش طالعة هشة وطرية، بتاخد العقل بشتهيكم فيها حبايب قلبي. أنا هذا كان فيديو اليوم وحبيت طل عليكم لأني اشتقت لكم كتير. وإن شاء الله هيك يا رب إن شاء الله ملتقانا عن قريب. بس بدي لكم شوفوا العجين قديش بيضة وقديش من جوا قطنية، يعني عن جد قطن والله العظيم إنه بشتهيكم فيها. تعوا معي تعوا ناكل تعوا نفطر مع بعض إن شاء الله. بدنا نعمل حلو العيد والتقى فيكم على العيد وحلويات العيد. والله العظيم أنا اشتقت لكم كتير. تخيلوا يعني أنا من إمتى ما صورت ومن إمتى ما التقيت فيكم، واليوم اشتقت لكم وحبيت التقي فيكم وإن شاء الله يا رب هيك بنلتقي عن قريب. وهذا كان فيديو اليوم، بشوفكم باي حبايبي.